إيزيس من أشهر المعبودات في الديانة المصرية القديمة، واللي انتشرت عبادتها في العالم اليوناني والروماني. ولعبت إيزيس دور رئيسي في أسطورة إيزيس وأوزوريس. ومن أهمية الدور اللي لعبته إيزيس في الأسطورة، كان يعتقد إن إيزيس بترشد الموتى إلى الحياة الأخرى زي ما ساعدت زوجها في الأسطورة. وفي الديانة المصرية القديمة كانت إيزيس بتعتبر الأم الإلهية للملك، لأن الملك في الديانة المصرية القديمة كان بيتم تشبيهه بابن المعبودة إيزيس، حورس الابن. وفي متحف مطار القاهرة الدولي مبنى 3 تمثال للمعبودة إيزيس وهي بتقوم بإرضاع ابنها حورس، وهو من البرونز وبيرجع للعصر المتأخر، وتم العثور عليه في أبو قير. وفي التمثال هنشوف إنه تم تصوير المعبودة إيزيس بواحدة من السمات اللي كانت بتتمتع بيها المعبودة حتحور، وهنلاحظ ده على رأس تمثال إيزيس. فتم فيه تصوير قرني البقرة وبينهم قرص الشمس. وعلى مدار 24 ساعة وفي كل يوم وفي كل وقت تقدروا تزورونا في متحف مطار القاهرة الدولي مبنى 3.